السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم وصفه مملحه خفيفه ظريفه وخفلف، بنينه وسهله تحضروها في رمشه عين. تقدروا تزينوا بها طاولتكم الرمضانيه او الضيافه. خليكم معايا حتى الاخير، فرجه ممتعه. على بركه الله. اول حاجه غادي ناخدو كميه ديال الثوم، نصفيوها مزيان ونزيدو 4 جبن مثلثات واعشاب منسمه. انا استعملت الزعتر والحبق، وانتم لكم الرغبه تستعملوا اي اعشاب منسمه. وملعقه كبيره الريكوتا، وممكن تعوضوه باي جبن كريمي. خلطنا كل شيء مزيان حتى ندمجو. من بعد زدنا 2 بيضات ونصف كأس من الكريمه السائله وملعقه صغيره دقيق. ومن بعد زدنا 2 أو 3 ملاعق بسكوي مالح مطحون. انا استعملت ماركة تو، كنتو تستعملوا اي بسكوي تحبوه. وملحنا وزدنا البزار والفلفل الاكحل، وفي الاخير مجموعة من الاجبان. انا استعملت ليمونطال بوغيير، تقدروا تستعملوا حتى موتزاريلا. وهي حاضرة، وندوزو للمونتاج ونطيبوها. كما كتشوفوا انا استعملت مول السيليكون هذا، تقدروا تستعملوا اي شكل اللي بغيتو. ومن بعد دخلنا للفرن 170 درجه تقريبا 10 دقائق. تبارك الله في الساعه كيحضروا كما قلت لكم في رمشه عين، وكيجيو لذاذ وبنان بزاف. ومن بعد ما يطيبوا انا زوقتهم بالجبن الكريمي، وانتم لكم الاختيار تذوقوهم كما بغيتوا على حسب الرغبه ديالكم كما دائما. هذه وصفة اليوم، وصفة خفيفة ظريفة وبنينة. كنتمنى تكون تعجبكم وتجربوها، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وشجعوني بتعليقاتكم الجميلة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. وشكرا على حسن المتابعة والتشجيع. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.